او طريقتهم ما فيش شفافيه بينهم وبين الجماهير، ده طريقه شغلهم. اكتشفت بعد كده والناس كلها عارفه ان النادي بيتدار، مش مجلس اداره اللي بيدير النادي، شخص بيدير من خارج النادي، وده معروف لدى اسماعيليه كلها. ومن داخل النادي رئيس مجلس الاداره بيخلص له اموره. مش هتهم اتهامات باطله اكتر ما هو مجلس الاداره او اعضاء مجلس الاداره هم اللي اتكلموا على المشاكل الداخليه، رغم ان انا راجل نجم من نجوم النادي واعرف معنى وقيمه النادي، واعرف النادي الاسماعيلي بيتدار ازاي، وطريقه التعامل الادارات مع اللعيبه او طريقه التفاوض معاها او تستيف الاوراق الداخليه داخل النادي. في شبهات فساد كبيره جدا اداريه وفنيه وتواطؤ كبير جدا من اللجان المعينه بالشخصيات المرموقه اللي هم بيتداروا فيها، زي ما قلت نجوم النادي الاسماعيلي، اللي بتتمثل في كابتن علي ابو جريشه، وتتمثل كان في الوقت ده المهندس مدحت الورداني وحماده المصري وكل الشخصيات اللي موجوده داخل حتى اللي بتشتغل معاهم. انا مش ضدك، انا بحب رموز النادي وبحب يعني الرموز او الاساطير النادي دول حاجه اساسيه واحنا بنحترمهم وبنقدرهم، بس الناس لازم تعرف ان مجلس الاداره او المجالس السابقه هم مش قدروا يغيروا هقول المشاكل الاداريه او الفنيه اللي كانت ناتجه عن مجلس الكومي او المجالس السابقه او الكلام ده. فانت في مشكله كبيره وكان عندي انا امل، وانا من مؤيدين المهندس نصر ابو الحسن او مؤيدين مجلس الاداره ان النادي الاسماعيلي لازم يكون ليه مجلس اداره ولازم يبقى ليه كيان، واتمنى يبقى فيه استقرار اداري وفني. واحنا مش ضد حد. انت ده عمل عام، وعمل عام ما فيهوش من نجوم النادي الاسماعيلي، ما فيهوش كوادر، ما فيهوش امل ولا بارقه امل ناحيه مثلا قطاع ناشئين او ناحيه مثلا فريق اول موجود بشكل مستديم، انك النهارده الفرقه بتنافس او الفرقه ليها امل انها تخش ترجع تاني افريقيا او تروح او تاخد بطوله. ده ممكن اهداف من اهداف رئيس النادي، ان هو يعني مش عايز اقول كده هل دي مسببه ان النادي الاسماعيلي يتم ابتعاده بشكل من الاشكال، ان ما يكونش موجود في المنافسه في الدوري المصري، او ما يبقاش ليه او جمهور النادي الاسماعيلي الناس تبتعد عنه، وان النادي الاسماعيلي وجوده عامل ازمه في الدوري المصري. بالعكس، دي بلد بتعشق كوره وعندنا جماهير بيحب نادينا، ما بنشجعش غيره. ليها حق علينا اسماعيليه اللي يكون ليها نادي نقف جنبه. هو اللي عملني كمحمد صبحي وعمل نجوم كتير جدا من النادي الاسماعيلي. مش عايز اتهم حد من كل النجوم، اي لعيب لعب في النادي الاسماعيلي بيتكلم في مشاكل النادي الاسماعيلي، او لعيب او بعض النجوم او الاساطير مش قادرين ياخدوا قرارات للاسف. اتمنى انك بتبعد بعيد عن المشاكل او تطلع تقول صوتك، وزي ما انت طالبت برحيل الكومي طالب برحيل المجلس او تنحي المجلس في الوقت الحالي، واتاحه الفرصه لناس تقدر من الدوله تقدر تقف جنب النادي بشكل كويس. لازم الاهتمام كبير جدا من الدوله، لازم فتح قبل ما يرحلوا، لازم فتح ملفات وما تقوليش ورق وما تقوليش فساد مش معلوم، لا يعني كل حاجه انت كنت عندك تواطؤ فيها في بيع لعيبه، في غرامات لعيبه وتسديد فواتير غرامات. انا ما اعرفش هل المدخلات او المدخول من سفرياتك بعد كده هل دي معلومه لدى الجمعيه العموميه ولا يعني مش عايز اخدكم الحته الثانيه، انا الناس تعرفها او ما تعرفهاش، بس كل اللي اقدر اقوله النهارده الجمعيه العموميه عايزه تعمل جمعيه عموميه غير عاديه للمطالبه او محاسبه مجلس الاداره، وبعد كده لسحب الثقه منهم، واتاحه الفرصه لناس او اتاحه الفرصه كل الناس. احنا مش عايزين مناصب، يعني انا خارج النادي الاسماعيلي، واي حد مننا بيحب النادي الاسماعيلي مش عايز حاجه. انا عايز اخدم النادي وعايز اساعد النادي. لو في ناس افضل مني وفي ناس افضل مني، في ناس افضل من اي حد، احنا ما نقولش المشكله. لو في ناس كوادر اداريه ومتعلمه وعندها من الخبرات
اللي تقدر تدير اداره الكوره في النادي الاسماعيلي، او رئيس نادي او شركه الكوره تقدر تتعمل. كل الامور دي كلها نادي الاسماعيلي يستحقها. نادي الاسماعيلي مش محتاج فريق كوره، نادي الاسماعيلي محتاج نادي اسماعيلي كامل، هيكل اداري بقانوني بناشئين. كل الناس دي تترمي بره وتبني على نظيف، وتبني نادي يستحق انه يكون في مكانه زي مكانه النادي الاسماعيلي. كابتن محمد، في معلومه عندنا ان حضرتك كنت بتقدم حلول لمجلس الاداره في بدايه عهده وما كانش بياخد بيها. ايوه، انا زي ما انا قلت، انا راجل ما كنتش اعلامي، وانا طلب مني ان انا اقدم برنامج لنادي اسماعيلي او على كل منصات القنوات اللي انا منصه اعلاميه لجمهور النادي الاسماعيلي، اللي انا ابقى اكون يعني رؤيه للجماهير او منصه للجماهير. هتقول لي انت ما بتطلعش تتكلم ليه؟ انا ما بحبش اظهر في الاعلام، وانا راجل مش بتاع لقطات ولا بتاع شو. انا من اول يوم انا كنت بتكلم في مشاكل، واللي النادي الاسماعيلي هو ده اللي كنت بقوله في برنامجي او برنامج النادي الاسماعيلي، اللي هو دي هيحصل في يوم من الايام كارثه من الكوارث دي. فطبعا هم مش حابين كده. طبعا زي ما انا قلت، الشخصيه اللي بتدير النادي الاسماعيلي من الخارج، والشخصيه طبعا المعلومه لدى الجماهير. و يعني انا ما بقولش، يعني ما برميش الناس بالباطل اكتر ما هي الموضوع كله اللي النادي الاسماعيلي محتاج، يعني محتاج وقفه من الجمعيه العموميه قبل ما يكون يعني من جماهيرنا، لان هم اصحاب القرار، هم اصحاب اليد العليا في اختيار اي مجلس اداره او محاسبه مجلس اداره. ولازم يكون في انتفاضه من الجمعيه العموميه، ولازم يحطوا في اعتباراتنا ان النادي الاسماعيلي خلاص ما حدش يقدر يعني ياخد النادي الاسماعيلي في حته هم عايزينها بتاعت جماهيرنا او بتاعت الجمعيه العموميه او والظروف اللي حاصله. مش هو ده النادي الاسماعيلي النهارده ما يكون اعضاء جمعيه عموميه واقفه في الشارع ان ما فيش مكان. ده مش نادي. يعني انا احترامي، اتمنى كان النادي الاسماعيلي ينزل درجه تانية، وانا بقولها اتمنى كان ينزل، واي واحد اخطا في حق النادي، واي حد سمح بالفساد وعاون اشخاص خارج النادي ملهاش اي شغلانه او اي وظيفه، ما لعبتش كوره في النادي الاسماعيلي ولا ليها تاريخ ولا ليها اي فكر من الافكار انها تستفيد ماديا، وانها تجرف النادي الاسماعيلي من تاريخه، وتجرف النادي الاسماعيلي من لاعيبته ونجومه، وان النادي الاسماعيلي ما يكونش متواجد وابتعاد جماهيره، لان دي حاجات مسببات من الاسباب ان طول ما انت الجماهير بعيده على النادي الاسماعيلي، دايما النادي الاسماعيلي هم بيشتغلوا بشغل هو عايزه وشغل يقدر فيه اريحيه. وللاسف انا يعني انا حزين على ابتعاد الجماهير، وده طبعا غصب عنهم لظروف طبعا امنيا، ان احنا ما بنحبش طبعا التجمهر، واحنا مش بنطالب بده. احنا دوله مؤسسات، بنحترم الناس، بنحترم دولتنا، بنحترم قوانيننا، بنيجي شرعي، يعني زي ما بيقولوا شرعيا احنا بنحترم يعني الجمعيه العموميه. وكل واحد جه النهارده عايز يسحب الثقه او يقول انا مش ضد مجلس الاداره، لا انا مع النادي الاسماعيلي، عايز النادي الاسماعيلي افضل مما كان. حضرتك كنت متابع الايام الماضيه، يعني من اول يوم سحب الثقه. انا للاسف انا عضويتي لا يحكمني كارنيه ولا يحكمني حاجه. انا كيان، انا جزء من انا جزء بعتبر نفسي ان انا جزء من النادي، وقبل ما انا اكون جزء من النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي جزء مني. نعم يا فندم. كنت متوقع خروج الاعداد طبعا، يعني انا دائم التواصل مع الجمعيه العموميه، دائم التواصل مع محبين النادي الاسماعيلي. زي ما انا قلت، انا مش ضد اي حد، انا مع النادي الاسماعيلي، ودي ما بتعجبش بعض الاشخاص اللي انا اكون انتمي لحد. بالعكس، انا اتمنى كان الباشمهندس نصر ينجح، اتمنى اللي يكون ده عتابي الوحيد ان هو سلم يعني سلم ودنه وسلم شخصيته. النادي الاسماعيلي ما ينفعش يتضار بالشكل ده، النادي الاسماعيلي ما ينفعش حد يدير مجلس الاداره او حد يبقى ليه سلطه. الناس بفهمها اللي هي ذو سلطه وان في حد بيحميهم. انا ما اعرفش الناس دي مين بيحميها.
يعني احنا زي ما قلنا احنا دوله مؤسسات، بس انت نادي اسماعيلي، احنا نادي الاسماعيلي ده مال عام. النادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي يستحق انه يكون في مكان افضل. نادي الاسماعيلي محتاج ما يكونش وضعه بالشكل ده. ف كابتن، تعقيب حضرتك على غلق الابواب امام الجماهير والبيان الهزلي اللي طلع من مجلس الاداره امس ورد الشباب والرياضه عليه وتسلمهم جواب ان هم مفترض اليوم من ضمن الايام لسحب الثقه لحد يوم الاحد ان شاء الله. هو انا دايما بقول انت يعني حضرتك يا باشمهندس نصر، انا بقول لك انت حضرتك رئيس النادي الاسماعيلي. انت زي ما الجمعيه العموميه، زي ما انت حضرتك بتقول الجمعيه العموميه دي جابتك ب 600 صوت او ب 700 صوت. مش انا اللي قلت، او اعضاء مجلس الاداره هم اللي قالوا. تصاريح كبيره جدا واوراق كتير جدا ومواقف كتير جدا احنا ما نعلمهاش. كلمه حضرتك توجهها للجمعيه العموميه امام شعب الاسماعيليه، فهو اهانه. لا هو الاستاد دايما كده، يعني دايما يعني ما فيهوش روح. يعني اعضاء جمعيه عموميه، انت راجل كجمعيه عموميه. ايوه اهانه. كان في اعداد غفيره من التساءل صباحا. فهل تفسير حضرتك ان اعضاء الجمعيه الاقبال اللي شاهدوا محيط الاستاد دي وصفه عاريه بسبب البيان الهزلي اللي طلع من مجلس الاداره امبارح؟ ايا كان بقى اداريا هم ايا كان هم اداريا بيتعاملوا بالموقف ده ازاي، ومفيش شفافيه بين حضرتك رمز من رموز النادي الاسماعيلي وحصلت على الدوري مع الاسماعيلي. حضرتك مين؟ انا ابراهيم الكيلاني. ازيك يا ابراهيم؟ الناس في الشارع بيقولوا امتى الاسماعيلي يرجع تاني كسابع عشر، وامتى الاسماعيلي يرجع تاني بعد الاهلي والزمالك والاسماعيلي. يعني انت شايف مستوى الاسماعيلي بص تعاطف معاه الفرق والانديه الشعبيه وتعاطف اخلاص، يعني زي ما قلت اخلاص نوايا، او انك تشتغل لمصلحه المكان نفسه، انك ما تدورش لمصلحتك انت الشخصيه، انك تكون شبعان، انك تكون مش جعان، انك تكون بتحب المكان ده، انك تكون انك ما تدورش انك تستفيد من مكان انت ما يعني هو اصلا منهك ما فيهوش حاجه تتاخد. ده بيمثلك ايه يا كابتن؟ فده حزن كبير جدا. يعني يمثلك حضرتك عصرت في العصر الذهبي، وحققنا لما كنت بتتفرج بقى على ماتشات، بيمثلك دلوقتي غير الماتشات زمان يعني. انا لا يعني كنت بتشوف حال الجمهور حضرتك كان بيبقى طالع. بص انا الحمد لله اللي انا لعبت في الاسماعيلي، الحمد لله اللي انا عشت الكوره، عشت يعني اللي عمل لي حارس مرمى هو جمهور النادي الاسماعيلي. انا عشت في النادي ده اكتر، قعدت مع ابويا وامي. انا بحب النادي، ما رضيتش اروح انديه تانية الا لما كانت العقد بينتهي، وكان هم بيجبروني، مش بيجبروني، هم اللي كانوا عايزين بيمشوني. كنت كل مره بحاول ان انا ارجع، بحاول ان انا العب المئويه، بحاول ان انا العب ربع قرن للنادي، العب استمر لحد الان. مش هقول هي دي سنه الحياه، بس في اشخاص هي كده. يعني زي حضراتكم كباتن مسيره الاسماعيلي، ما عندكيش كوادر داخل النادي، وهو اي مجلس اداره وهنا ما بيحبوش بعض، بمعنى ان الاشخاص اللي في مجلس الاداره مش حابين يكون في نجوم معينه او ليها اسامي، مع احترامي للاسامي اللي هم بيتعاملوا معاهم. بس انا مش شبه الناس التانية، او هم مش شبهي، هم نجوم ونجومي واساطير النادي. بس انا ليا قرار، انا صاحب قرار، انا ما بقبلش اللي انا بمواقف هم بيقبلوها. يعني حضرتك شايف ان في صراع للمصالح الشخصيه بالظبط؟ اكيد. طبعا النهارده لما انت تبيع لعيبه بحجم المالي الكبير جدا ده، وانت في احجام يعني تقدر افكار تانية كنت تقدر تدير النادي، لعيبه انتهت عقودها، انت متعمد ان العقود دي اللعيبه دي تنتهي عقودها وتسيبها ترحل بالمجان، انك ما بتفكرش انك حتى استقطاب اللعيبه، انت بتجيب لعيبه مع احترامي بعيده كل البعد. لا بتجيب لعيبه مش هي دي قيمه النادي او اللي هو كده. فانت اصلا ما عندكش التحضير، او انت ما عندكش الرؤيه المسبقه، او انت عارف هتروح فين. انت النهارده انت بتحاول يعني تلبس النادي في مشاكل، وتجبر الجمهور او اعضاء الجمعيه العموميه اللي انا في مشكله، انا هقدر اعمل ايه؟ انت هو عايزك دايما مريض، عايزك دايما تعبان، عايزك دايما انك ما تقدرش تعمل حاجه، انك دايما بعيد عنك، يعني دايما منهك كده، صح كده؟
لا على فكره اول حاجه انا عندي بنتي بتمر يعني عندي، وانا انا ما ب... انا بصي انا هقول لحضرتك، لا انا مش بتاع لقطات، وانا على فكره لا بحب اسجل والله العظيم، ولا الناس اللي بتتكلم تقول لك انا بكتب على الفيسبوك. لا انا ولا بكتب على الفيسبوك ولا الكلام ده. انا الحمد لله انا لو انا راجل هتلاقيني جوه النادي، وانا لو انا راجل كنت انا عامل بمكان اعلامي او منصه اعلاميه، كنت انا من خلال برضو النادي الاسماعيلي اللي بتشرف، والنادي الاسماعيلي بيضيف لي حتى وانا لما انا ما كنت اعلامي او بقدم يعني حاجه برنامج للنادي الاسماعيلي، فانا اتشرف اللي انا عملت كده. وانا ما كانش عاجبني الوضع داخل النادي، والكل كان بيقول لك انت يا صبحي انت بتتكلم، حتى الجماهير المحبوسه او الجماهير اللي بعيده، لا انا كنت بتكلم، وكان بيجي لي تعليمات، وكان بيجي لي امور تانية اللي انا ما بحبش اتكلم على اللعيبه حفاظا عليهم، رغم كده اللي الناس دي هي اللي مسلماهم، والناس دي هي اللي كانت ضد جماهيرنا. فانا في الوقت ده يعني انا من اول يوم دخلت النادي ده وانا عمري 15 سنه، وانا مع الجمهور وانا مع النادي، بغض النظر انا جاي في اليوم الثامن وجاي في، لا انا مع النادي الاسماعيلي من اول يوم دخلت فيه، ولحد لما بعد عمر طويل لا انا الحمد لله انا لا بتاع فيسبوك ولا بتاع جروبات زي ما بعض الاشخاص اللي طالعه تتكلم. انا الكلام ده انا بوجهه للاشخاص دي، الناس دي كانت حاطه ايديها في ايدين مجالس ادارات قبل كده، الناس دي استفادت من النادي الاسماعيلي، الناس دي عملت امور تانية، لا بالعكس دول نجوم ودول يعني خدمت النادي. انا لا بتاع اللي انا اخد لقطه ولا بتاع، لا بالعكس احنا مش هنفضل نقول النهارده انت بتتكلم ليه النهارده وجاي تتكلم بكره، بس في الاول والاساس انا اسماعيلاوي، انا جون الاسماعيلي، جون الاسماعيلي، انا مش بتاع حد، انا بتاع النادي الاسماعيلي. يعني انا بشكر